ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ وفي الحلقة بتاعتنا النهاردة احنا هنتكلم عن فيلم أوراين اند ذا دارك. الفيلم بتاعنا بيشارك في البطولة الصوتية ليه جيكوب تريمبلي وكارلا جوجينو وأنجيلا باسيت، بالإضافة لكولين هانكس وبول والتر هاوزر. كمان احنا الفيلم بتاعنا من تأليف شارلي كوفمان بالشراكة مع إيما يارلت ولويد تايلر. الفيلم يعتبر من أحدث إنتاجات منصة نتفليكس، وكالمعتاد برضو زي ما انتم متعودين علشان ما اطولش عليكم خلونا نبتدي في الحلقة. بس كالمعتاد ما تنسوش لو الحلقة عجبتكم تبقوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وبرضه ما تنسوش تفعلوا زرار الجرس. دلوقتي بقى يلا بينا نبتدي في الحلقة. But all the things I'm afraid of, I'm most afraid of the dark. قصة الفيلم بتاعنا بتركز على طفل صغير اسمه أوراين. أوراين هو طفل بيفكر زيادة عن اللزوم في كل حاجة، وبيقلق زيادة عن اللزوم برضه من كل حاجة. حتى أبسط وأسهل الأشياء بيلاقي حاجة من وراها تخليه يقلق ويتوتر، وده طبعا شيء ليه أثر سلبي مش قليل خالص على حياة أوراين الاجتماعية أو على حياته كلها بشكل عام. لحد ما في ليلة بيدخل ينام عادي زي كل يوم، ولكن المرة دي بيطلع له كائن غريب، والكائن الغريب دون معروف باسم الظلام. ومن هنا الظلام بيقرر ان هو يعرض على أوراين ان هو ياخده معاه في رحلة علشان يساعده يتغلب على الحاجات اللي بيخاف منها، او على الاقل يعني على جزء مش قليل منها. ولكن نظرا برضو لان أوراين من اكتر الحاجات اللي بيخاف منها هي الضلمة، فما بنكونش عارفين ان كان أوراين هيقبل عرض الظلام ولا هيرفضه. من اوائل الحاجات اللي عايز اتكلم عنها في الفيلم بتاعنا النهاردة وهي التجربة البصرية. التجربة البصرية هنا في الفيلم كانت هايلة. ستايل الانيميشن اللي عندنا هنا كان كويس جدا، وكمان كان واضح ان هو متنفذ على مستوى عالي جدا من الاتقان والجودة. ولكن ده ما يمنعش ان قرب نهاية الفيلم كان في حاجة كده شكلها ما كانش الافضل. وهنا انا مش بتكلم على مستوى جودة التنفيذ في المشهد اللي انا اقصده، بل اعتقد يعني ان المشكلة الكبرى في اللقطة اللي انا بتكلم عليها او في المشهد اللي بتكلم عليه بترجع اكتر في الغالب على اختيار الديزاين نفسه. ولكن المشهد ده بشكل عام ما يأثرش على تقييم التجربة البصرية في الفيلم كله، لان المشهد اللي بتكلم عنه هو مشهد مدته لا تتعدى ال 20 او ال 30 ثانية. كمان احنا الموسيقى اللي عندنا كانت حلوة جدا، ما كانش فيها ابداع قوي ولا تجديد قوي، ولكن برضو كانت حلوة. واعتقد ان الموسيقى مش من العناصر اللي انت لازم كل مرة وانت بتتفرج على اي عمل تكون منتظر انها تكون مختلفة، او بمعنى اصح يعني فيها تجديد او اختلاف او تميز. لان من وجهة نظري من اهم الحاجات في الموسيقى انها تكون مؤثرة ومعمولة بشكل حلو، وانها كمان تكون متوظفة بطريقة كويسة، بطريقة تكون بتخدم الاحداث وتكون مؤثرة فعلا. والموسيقى بتاعت الفيلم بتاعنا هنا كانت مأدية الغرض منها وكانت كويسة جدا. الأداءات الصوتية اللي كانت عندنا هنا في الفيلم كانت كويسة، ولكن للأسف ما فيهاش أي حاجة تعلق معاك قوي. كمان احنا الفيلم بتاعنا بيقدم رسالة مهمة جدا، وبيقدمها بطريقة سهلة جدا وسلسة جدا وبسيطة جدا. بس برضو في تحذير صغير كده حابب ان انا اوضحه دلوقتي. والتحذير بتاعنا بيقول ان الفيلم ده من وجهة نظر انا مش اكتر فيلم ملائم للأطفال. وده مش عشان الفيلم بتاعنا بيحتوي على اي حاجة خارجة، بل بالعكس الفيلم بتاعنا خالي تماما من اي حاجه من النوعيه دي. ما فيهوش لا مشاهد مش كويسه ولا الفاظ ولا اي حاجه، ولا حتى اشارات او تلميحات لحاجات غير مرغوب فيها. ولكن التحذير دون جاي لان الفيلم بتاعنا في اول 10 دقايق منه بيتطرق لموضوع ما اعتقدش ان هو الانسب خالص انه يتعرض على اطفال، لان الموضوع اللي انا بتكلم عنه ده ممكن يثير تساؤلات كتيره جدا عند بعض الاطفال. وحتى مع وجود رعايه كويسه جدا من الاهل، ومع تقديمهم لشرح وتفاصيل كويسه جدا عن التساؤلات اللي ممكن تتقدم، ولكن من وجهه نظري في الموضوع ده ان حتى مع الكلام ده كله الموضوع اللي بيتعرض هنا موضوع اكبر شويه من الاطفال. فعشان كده اعتقد ان مهما كنت انت مدي اهتمام كويس جدا للموضوع واهتميت انك تجاوب على كل التساؤلات اللي جات لاي طفل يتفرج على الفيلم ده بطريقه كويسه جدا ومقنعه جدا كمان، الا اني اعتقد ان مهما كانت الاجابات دي سهله وبسيطه ومقنعه، هتكون ساعتها الاجابات دي برضو اكبر من عقليه اي طفل يتفرج على الفيلم ده بشكل سريع وجهه نظري في الموضوع ده. ولكن لو عايز تكون انت في امان ممكن تتفرج انت على الفيلم لوحدك، وتبقى تقرر ساعتها ان كان مناسب ان اي طفل عندك في البيت يتفرج عليه ولا لا. وطبعا انا مهتم اعرف رايك جدا في الموضوع ده تحت في الكومنتات. وعشان اوضح لكم الدنيا شويه، الموضوع بيحصل في تقريبا اول 10 دقائق من الفيلم، بالذات ممكن من الدقيقة ال 38 ثانية أو من الدقيقة التاسعة. كمان أنا فكرة الفيلم بتاعنا بصراحة عجبتني جدا، بالرغم إن كتير من فصول الفيلم وحتى نهايته تعتبر متوقعة جدا أو تقليدية جدا. وعايز أقول لكم إن مش دي أكبر مشكلة واجهتني هنا في الفيلم، لأن المشكلة الحقيقية إن الفيلم بتاعنا القصة بتاعته فيها كم مش قليل خالص من الثغرات، وفي مشاكل كتير بشكل عام على مستوى الكتابة. كمثال يعني إحنا عندنا هنا في الفيلم نقطة مهمة جدا في حياة أوراين، أو
هي مش نقطة وخلاص، احنا ممكن نقول انها عقبة مثلا. وعلى فكرة احنا العقبة بتاعتنا تعتبر محرك رئيسي في الاحداث بتاعتنا، ولكن للأسف الفيلم بتاعنا بيتعامل مع العقبة دي بطريقة فيها صربعة مش طبيعية. وكمان احنا الفيلم بتاعنا بيخلي البطل يعدي الموضوع ده وكأنه حاجة سهلة قوي، وزي ما قلت لكم من شوية بطريقة مليانة صربعة. واعتقد ان المشكلة دي بالاضافة لعدة مشاكل تانية في الفيلم كانت ممكن تتحل بطريقة بسيطة جدا، وهي ان مدة عرض الفيلم كانت تطول شوية اكتر من كده، لان احنا الفيلم بتاعنا مدة عرضه صغيرة قوي، تقريبا كانت ساعة ونص بس. فاعتقد لو مدة عرض الفيلم كانت اطول من كده شوية كان هيبقى عنده وقت ومساحة كافية في ان هو ياخد وقته في انه يعمل اي حاجة هو عايز يعملها، وما كانش هيبقى فيه اي حاجة تحس انها خلصت بطريقة سريعة زيادة عن اللزوم او متسربعة. كمان احنا عندنا هنا غياب تام في شرح اي قواعد متعلقة بالعالم اللي الاحداث بتاعنا بتدور فيه. ومشكلتي مع النقطة دي ان في كتير قوي من الاحداث حصلت بطريقة غير مبررة من غير ما نعرف من الاول ان كانت الحاجات دي ممكن تحصل ولا لا. وعلى فكرة الاحداث اللي انا بتكلم عنها دي احداث مؤثرة جدا، وللاسف الاحداث دي خدت الاتجاه اللي خدته لان ده الاتجاه اللي الفيلم كان عايز يوصله في النهاية. ولكن للاسف الموضوع ده بيحصل من غير اي تبريرات او من غير تقديم اي قواعد. وبصراحة انا مش قادر احدد ان كانت المشكلة في النقطة دي بسبب مدة عرض الفيلم ولا كانت كسل من الكتاب، لان الفيلم بتاعنا في كتير من اوقاته كان فيلم مسلي قوي، والموضوع بيفضل مستمر على كده للاسف لغاية المشاكل ما بتبتدي تظهر. والمشاكل بتاعتنا كلها للاسف متمركزة في النص التاني من الفيلم، وده بيخليه النص الاضعف من وجهة نظري. كمان برضو احنا عندنا هنا تغيير في مواقف بعض الشخصيات واللي بتحصل بطريقة سريعة زيادة عن اللزوم، وكمان بطريقة غير منطقية وفيها صربعة مش طبيعية. طيب ايه ملخص الكلام ده كله بقى؟ الفيلم بتاعنا في النص الاول بتاعه كان فيلم مسلي جدا، فيلم تقليدي ولكن كان فيلم مسلي بيحاول يقدم رسالة مهمة. التجربة البصرية والسمعية فيه كانت كويسة جدا. الفيلم بتاعنا برضو كان فيه مغامرة وكانت الى حد ما مسلية، برضو ما كانتش احسن مغامرة شفناها ولكن كانت مغامرة كويسة. ولكن للاسف من بعد منتصف الفيلم بتبتدي المشاكل كلها تظهر، وللاسف هي مش مشاكل قليلة. فعشان كده تقييم النهائي لفيلم أوراين أند ذا دارك هو 5.5 من 10، وده مش معناه انه فيلم وحش، ولكن بالتأكيد كان ممكن يبقى احسن من كده بكتير، لان الفيلم فيه مشاكل كتيرة جدا على مستوى الكتابة. فانت ممكن تستمتع بالفيلم ده، بس لما تركز فيه شوية وتوصل للنص التاني من الفيلم اكيد هتلاقي حاجات ما تعجبكش. وطبعا دلوقتي جه وقت التحذير لفقرة الحرق، فلو انت حد لسه ما اتفرجش على الفيلم وناوي يتفرج عليه انصحه ان هو يخرج من الحلقة قبل الصفارة. أول نقطة عندنا في فقرة الحرق وتعتبر أكتر نقطة هنخلصها بشكل سريع، وهو المشهد اللي كان فيه حاجة ما عجبتنيش بصريا. والمشهد اللي أقصده هو المشهد اللي كان في آخر الفيلم اللي كان فيه الوحوش الزمنية. بشكل سريع قوي وملخص قوي، شكل الوحوش اللي في الاخر ما عجبنيش. نيجي بقى للنقطة المتعلقة بعدم ارساء القواعد، ومن اول النقط اللي عايز اتكلم عنها في الموضوع ده وهي نقطة التفاعل ما بين الماضي والحاضر والمستقبل. لان كان عندنا موقف ما الشخصية بتاعتنا اللي هي أوراين كان محطوط في مأزق وما كانش عارف هيتصرف ازاي ولا هيعمل ايه علشان يصلح الحاجات اللي هو بوظها، اللي هي في الحالة دي لما أوراين قلب كل الكائنات الليلية ضد الظلام، وساعتها هو استسلم ومات. وفي المرحلة دي أوراين اللي في المستقبل بيبعت بنته علشان تساعد أوراين اللي في الماضي، وده مجرد شيء طلع كده بدون أي سابق إنذار أو بدون أي إشارة أو دلالة من الفيلم إن دي حاجة ممكن تحصل فعلا. ده غير إن في المشهد اللي بتوصل فيه نفسه بتقول إن عندها قصيدة ممكن تساعد أوراين، فأنت اللي هيجي في دماغك إنها مثلا قصيدة ممكن تلهم أوراين إن هو يلاقي الحل اللي ممكن يحل بيه المشاكل اللي هو عملها. ولكن قبل ما أي حد يلحق يعمل أي حاجة علشان يجمع الكيانات الليلية تاني مع بعض، من اول ما بتبتدي بنت أوراين من المستقبل تقول القصيدة بنلاقي كل الكيانات الليلية اتجمعت تاني وجات لأوراين علشان يصلحوا اللي هم عملوه ويرجعوا لوظيفتهم الأساسية تاني ككيانات ليلية. ده برضو شيء مش مفهوم ولا مبرر. وطبعا في حدث مشابه بيحصل في آخر الفيلم لما حفيد أوراين بيتدخل علشان ينقذ الموقف. كل الكلام دون ما تقدملوش أي حاجة في الأول تقول إن هو ممكن يحصل. ودلوقتي أنا عارف إن ممكن ناس كتير منكم تقول لي في الكومنتات إن دي كانت مجرد قصة،
يعني حدوته بيحكيها اوراين الكبير لبنته، وكذلك بنت اوراين بتحكيها لحفيده. وانا معاك ده ممكن يكون تفسير، ولكن اعتقد من وجهة نظري ان من طريقة عرض الفيلم للقصة وطريقة تفاعل الماضي مع الحاضر مع المستقبل، فاعتقد ان دي مش مجرد حدوته. وبصراحة لو الفيلم كان يقصد ان دي حدوته وعشان كده مركزش قوي في ان هو يحط تفاصيل كتير، فاحنا هنا الفيلم بتاعنا فشل تماما في ان هو يوصل لي الموضوع ده. هو اوراين كذا مرة كان بيقول لبنته ان هو ممكن يعدل اللي هو عايزه في القصة، وان في بعض الحتت لسه مش عارف نهايتها ايه، ولكن بطريقة السرد دي وبالكلام ده انا اللي جه في دماغي ان هو مثلا عايز يحكي قصة حلوة لبنته وبس، كان في بعض التفاصيل اللي مش عارف يحطها ولا ما يحطهاش. وكمان لو هتفكر فيها اكتر فنهاية الفيلم بتدعم فكرة ان القصة دي حقيقية، ان دي مش مجرد حدوتة وخلاص، لان كل حاجة حصلت وكل تدخل حصل في القصة خلانا نوصل للنهاية اللي شفناها في الاخر، النهاية اللي وصلتنا لاحفاد اوراين. فعشان كده الموضوع ده كله بالنسبة لي مش منطقي قوي ومش مفهوم قوي، اولا بسبب غياب كتير من التفاصيل اللي خلت حاجات كتيرة جدا تبان كأنها معمولة بطريقة ملائمة، وفي نفس الوقت عدم توضيح ان كانت اللي احنا بنتفرج عليها دي مجرد حدوتة ولا حاجة حصلت للشخصيات بتاعتنا بجد. اخر نقطة عندنا وهي النقطة بتاعة تغيير بعض مواقف الشخصيات. احنا عندنا كل الكيانات الليلية بيغيروا موقفهم تجاه الليل بسبب كلمتين قالهم اوراين، واوراين دون هو مجرد عيل صغير، ودول كيانات موجودة بقالهم اكتر من آلاف السنين او ملايين السنين. فازاي الكلمتين اللي قالهم اوراين اللي هو عيل صغير خلوهم يغيروا موقفهم تماما تجاه واحد من اصدقائهم؟ وللتوضيح كمان تغيير موقفهم دون حصل بطريقة سريعة قوي، وكمان مش مبررة قوي، ومش مبررة لان في كتير من الكيانات الليلية دي طبيعة شغلهم بتخليهم يتفاعلوا مع ناس حتى لو من خلال الاحلام، ولكن اكيد كتير يعني بيتعرضوا لافكار كتير عند البشر، واللي بالتأكيد ممكن يكون مر عليهم منها فكرة ان واحد يكون خايف انه يخسر حاجة علشان مفوت حاجات كتير ما جربهاش. واللي في الحدوتة بتاعتنا هنا مقصود بيها ان الكيانات الليلية ما جربوش يعيشوا في النهار، فبالتأكيد يعني كيانات عمرها اكتر من آلاف السنين اكيد اتعرضوا للفكرة دي قبل كده، او حتى واحد منهم اتعرض لها واكيد اتكلم فيها مع اصدقائه. واللي واضح من اللي احنا وصلنا له في احداثنا هنا ان الكلام ده كله ما اثرش عليهم قبل كده، لان كلهم كانوا موجودين مع بداية احداث الفيلم بتاعنا. فبالنسبة لي الموضوع ما كانش منطقي خالص ان هم يغيروا كل تفكيرهم بسبب كلمتين قالهم طفل صغير في وقت سريع قوي. فبصراحة كده النقطة دي كلها على بعضها بالنسبة لي ما كانتش منطقية. ودلوقتي اقدر اقول لكم وبس كده، دي كانت كل حاجة عندنا عن فيلم اوراين اند ذا دارك. كالمعتاد اتمنى تكون الحلقة عجبتكم، ولو الحلقة عجبتكم ما تنسوش لايك، شير، سبسكرايب، وما تنسوش برضو تبقوا تفعلوا زرار الجرس، ويا ريت برضو تبقوا تسيبوا لي رأيكم تحت في الكومنتات. وكالمعتاد كان معكم مارو من مارو ريفيوز، ما اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.